خدها قاعدة في حياتك. مفيش حد بيتغير بين يوم وليلة، مفيش حد بيتغير فجأة، مفيش حد بيتغير من موقف صغير. دايما التراكمات هي بطلة أي قصة فيها تغير. آه، شريفة بنت مصرية عندها 36 سنة، اتجوزت نادر من حوالي 14 سنة بعد قصة حب عنيفة اتحدد فيها أسرتها ولا وبتاع. اتحدد فيها أسرتها إن هم ساعتها كانوا صغيرين، يعني وقت ما اتجوزوا من وجهة نظر أسرتها إن هم كانوا الاتنين صغيرين وما كانش ينفع وبتاع، بس هي أصممت على اختيارها. والحقيقة هو كمان صمم على اختياره بيها منها يعني. وكانوا بيحبوا بعض أيام الجامعة، وفضل الحب ده مكمل 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 حتى بعد ما خلصوا، فاتجوزوا بعد ما خلصوا جامعة. ربنا رزقهم هما الاتنين بآسر، ولد جميل جدا جدا، بس للاسف اتولد وهو عنده ضمور في المخ وضمور في العضلات. مشوار علاج طويل شويه وكان محتاج صبر من الاب والام. تمام، هما كانوا قد المسؤوليه دي وتحملوها في بدايتها. بعده بكام سنه خلفوا بنتهم الثانيه اشرقت، بنوته جميله يعني، اتولدت في كامل صحتها. بس برضه فضل الموضوع بتاع آسر يعني ضاغط شويه عليهم، بس كانوا بيحاولوا ان هم يتعاملوا ويتكيفوا معاه. كانت في الاول آه، شريفه بتشتغل ونادر كمان بيشتغل. نادر بيشتغل شغلانتين وشريفه بتشتغل شغلانه واحده. وكانت مهمه القعده مع آسر ومع اشرقت الولد والبنت بتبقى في عاتق الجده اللي هي ام شريفه. لحد ما في مره جت والدتها قالت لها: يا بنتي انا مضطره ان انا اسافر ارجع الصعيد، هم من الصعيد اصلا، عشان اختك هتولد، وانا هي كمان ليها حق عليا، انا قاعده معاكي بقالي سنين، فمحتاجه ان انا ارجع اروح اقعد معاها. فبتقول لها: خلاص ماما ماشي. ومقابل كده بتقعد شريفه من البيت وبتسيب شغلها. طبعا لما سابت شغلها، وانت كان البيت بيدخل له 3 دخل، اللي هو الدخل الشغلانتين بتوع نادر وكمان الشغلانه بتاعت شريفه، حصل عجز شويه في الفلوس. ده خلاهم شويه يقصروا في علاج آسر. مش تقصير بمعنى ان هم ما بيعالجوش، لا لا، بس بدل مثلا ما كان بيروح مركز مثلا بياخد مثلا 10 قروش في الشهر، لا بقى يودوه مركز ارخص شويه بياخد 7 قروش عشان يتناسب مع الدخل. لغايه ما ربنا كرم نادر وساب الشغلانه التانيه واشتغل شغلانه تانيه برضه، بس المرتب بتاعها بيساوي قيمه مرتبه في الشغلانه التانيه هو اللي هو لسه سايبها، وكمان قيمه مرتب شريفه. فكده اتعادل بقى الميزان تاني، خلاص بقت شغلانتين. بس العيب بتاع الشغلانه دي ان هو كان بيطول اكتر عن الشغلانه التانيه اللي هو سابها. يعني كان الراجل بيطلع من الساعه 8 الصبح يرجع الساعه 12 بالليل، من 8 الصبح ل 12 بالليل. الفلوس بقت هي اللي كانت بتدخل لنا ايام ما شريفه كانت شغاله، لكن في نفس الوقت برضه ما هواش التواجد، يعني الراجل مش موجود جسمانيا، مش موجود معاهم. فتمام. بس بصراحه ان شريفه كانت قايمه بدور الزوجه كما يجب ان يكون، وكانت قايمه بدور ان هي شايله الحمل كله لوحدها كما يجب ان يكون. ده وزاع على الناحيه الثانيه عصبيه من نادر، انفعال على اتفه حاجه، خناق 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 خناق. طب انت جاي البيت الساعه 12 بالليل وهتنزل الساعه 8 الصبح، فانت كل عيدهم مع ولادك ومع مراتك هم كلهم 8 ساعات. امسك اعصابك شويه. للاسف ما كانش قادر يمسك اعصابه، كان دايما خناق 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 خناق. هي كانت دايما شريفه بتلاقي له مبررات من ضغط الشغل، من العصبيه، من تلاقيهم ضاغطينه في تعبينه في الشغلانتين، تلاقيه متضايق عشان موضوع قاسر ونفسه بقى ان الولد يخف. كانت دايما بتلاقي له مبررات. لحد ما في يوم وهو في الشغل في الظهر جه تليفون على التليفون الارضي بتاع بيت نادر. ردت شريفه، قالوا: ايوه مين؟ قالوا لها: احنا جيران والد نادر اللي هو جد الولاد يعني. ايه خير؟ في ايه؟ الراجل طلع من باب الشقه وتعبان، الحقوني الحقوني انا تعبان، وراح واقع من طوله. قال لا طب يا جماعه، طب ما تكلموا نادر. كلمناه موبايله مقفول. فجريت شريفه بمنتهى الجدعنه، خدت الولد والبنت ونزلت جري بالشبشب، راحت على بيت حماها. شافته الجيران واقفين بيتفرجوا، محدش فيهم خد اي موقف غير بس ان هم كلموها: يا جماعه طب ما نطلب البوليس، يا جماعه طب نطلب الاسعاف، يا جماعه طب نطلب الاسعاف، يا جماعه طب نتصرف، يا جماعه كذا. ما حدش بيتحرك. اتحركت هي لوحدها، اخذت حماها وراحت المستشفى ونقلته في عربيه الاسعاف. المستشفى كانت قريبه من البيت، غاليه شويه. مجرد ما استقبلوا الحاله طلبوا منها مبلغ تامين كبير جدا، ما كانتش معاها الفلوس. فطب يا جماعه، طب عالجوه. قالوا لها: لا مش هينفع، يعني هاتي الفلوس عشان نعرف ندخله ونعرف نسجله على السيستم. فعلا آه، طلعت سابت الولاد، سابت الولد والبنت مع واحده من الممرضات، وراحت راجعه على البيت جايبه الذهب بتاعها، وطلعت على الصاغه عشان تبيع الذهب بتاعها عشان تجيب الفلوس اللي محتاجينها في المستشفى. عشان طول ما هي بتعمل كل المحاولات دي عماله بتجرب تتصل على نادر، مقفول مقفول مقفول، موبايله مقفول 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 مقفول. راحت الصاغه باعت الذهب، اتضحك طبعا عليها في سعر الذهب، هي كانت عارفه ان بيضحك عليها بس هي عايزه تلحق حماها اللي بيموت. جابت الفلوس راحت. طلعت عشان تدفع الفلوس. هي في المستشفى ليها مبنيين، مبنى اداري ومبنى بتاع المرضى.
فهي دخلت المبنى الاداري، طلعت بتدفع الفلوس دفعتها في الخزنه، ونزلت بالورقه عشان تديها للناس عشان خاطر يبداوا بقى يعالجوا الراجل. وهي نازله من السلم شايفه في المبنى بتاع العيانين، شايفه نادر طالع من الناحيه الثانيه على السلم وهو بيجري. فقالت يا الحمد لله، قعدت تندى عليه ما سمعهاش لان في مسافه بين المبنيين. قالت الحمد لله، يبقى اكيد في حد بلغه ان والده تعبان. اطمنت بقى الحمد لله كده جوزي رجع وبتاع. فعايزه تشوفه بقى فين، راحت جريت على الاوضه بتاعت والده. لقيته حجزوه في العنايه المركزه، وان والده عنده كانسر في الكبد مرحله متاخره، متاخره جدا يعني. ما كانوش عارفين الموضوع ده. فضلت مستنيه نص ساعه ساعه، نادر ما ظهرش. ايه ده، يكونش تايه في المستشفى؟ طب تعمل، راحت خارجه قاعده تدور على نادر في المستشفى مش لاقياه، بس انا متاكده انا شفته. ايه الجنان ده؟ راحت على الموظفه بتاعت الريسبشن وقالت لها من فضلك اندهي لي في الميكروفون بتاع المستشفى على نادر كذا 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 اسمه رباعي. قالت لها استاذ نادر كذا كذا موجود في غرفه 108. قالت لها انت عرفتي منين؟ قالت لها مش انت عايز نادر كذا كذا؟ قالت لها ايوه غرفه 108. لا غرفه 108 ازاي، ده هو موجود في يعني ده والده موجود في عنايه مركزه، يعني هو اكيد مش جاي الحاله تاني دلوقتي يعني. قلت لها يا استاذه بقول لك موجود في غرفه 108. قالت لها طيب خلاص ماشي. فتعصبت يعني شريفه على البنت. فواحد كان من الموظفين قال لها مالك بس يا استاذه متعصبه ليه؟ قالت له اصل انا بقول لها اندهي لي على جوزي، قلت له هو موجود في غرفه 108. طب ماشي حضرتك شفتي غرفه 108؟ قالت لا ما شفتش، بس اشوفها ليه يعني؟ طب روح حضرتك وشوف يمكن يكون هناك فعلا جاي مع حاله ثانيه وبتاع. راحت فعلا، وصلت هناك. آه، كان نادر فعلا واقف عند غرفه 108 ومدي ظهره للي وراه وباصص للباب. فتح باب الاوضه بتاعت 108، خرجت من واحده ممرضه بتقول لنادر مبروك يا استاذ، ولد زي القمر ويشبه لك. استاذ نادر كان جاي مع مراته الثانيه اللي شريفه ما تعرفش اي حاجه خالص عنها، جاي عشان يولدها في المستشفى. صدمه يعني، انا جايه مع والدك وجايه بعمل وبعمل وبعمل وانت طلعت متجوز اصلا كمان. موقف في قمه الغرابه. كان قدامها وضع خيار من اتنين، يا اما تروح تاخد الولد والبنت اللي هي سايباهم مع الممرضه وترجع على البيت، يا اما تمسك فيه وتتخانق معاه، يا اما تروح تلحق الراجل الغلبان اللي هو والده اللي تعبان. قررت تاخد الخيار الثالث، راحت خدت الولد والبنت وطلعت على والده. فضلت موجوده جنب والده في العنايه المركزه ساعه 2 3 4، وكاتمه دموعها وكاتمه عصبيتها وكاتمه كل انفعالها. وراحت متصله بنادر بعدها ب3 ساعات. تليفونه رن. ايوه ايه في ايه يا شريفه؟ اتصال واثنين وثلاثه، افتح تليفون مين؟ خير خير. قالت له والدك تعبان. تعبان موجود فين يا جماعه؟ قالت له موجود في مستشفى كذا كذا. طبعا هو الباشا موجود في نفس المستشفى. فاتوتر كده وقلق، قال لها ايه؟ طب انا قريب منكم، انا مش هاجي لكم. 10 دقايق ربع ساعه كان البي موجود. تمام جه. وقف معاها يعني. سبحان الله، يشاء ربنا ان ما يعديش 24 ساعه فوالده يتوفى. كل ده وشريفه ما فتحتش بقها خالص، ما اتكلمتش. بعد ما الدفنه وبعد الوفاه وبعد ما فات 3 ايام كمان على الوفاه، وبعد ما استقبلوا المعزين والكلام ده، قاعد نادر هو وشريفه في البيت عندهم على الكنبه. ونادر بقى تعبان بقى من استقبال المعزيين والعزاء وكده، فبيقول يا الله يرحمك يا ابويا. فشريفه قالت الله يرحمه ويغفر له ويرزقه الجنه. ما عرفش يربي. قال لها ايه؟ ايه اللي بتقوليه ده؟ اتجننتي؟ قالت له ايوه ما عرفش يربي. اتجوزت عليا ليه يا نادر؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ انت واضح ان قاعده في البيت لحست دماغك. مين قالك اني اتجوزت عليكي؟ اتجوزت عليا ليه؟ انا بسالك سؤال برد. اتجوزت عليا ليه؟ انا قصرت في ايه؟ ايه اللي انا قصرت فيه؟ عرف بقى ان هي عرفت بشكل او باخر، ما فهمش وقتها بس خلاص بقى بدا يجاريها في الكلام. قال لها انت، ما انت ست كويسه وست محترمه وست كمل ما فيكيش حاجه ناقصه، بس انت زوجه يا شريفه، انت زوجه قوي. يعني ايه زوجه قوي؟ زوجه قوي، زوجه قوي. وانا محتاج تغيير. انا مليت، محتاج تغيير. قالت له والحل ان انت تتجوز عليا وتتجوز كمان بقالك فتره، دليل ان مراتك لسه مخلفه. قال له ده اللي حصل، طلقني. قال لا مش هطلقك، طلقني مش هطلقك، طلقني مش هطلقك. علت صوتها، هو على صوته لغايه ما قالت طلقني وخليك راجل. انا مش هطلب منك اي حاجه، لا نفقه ولا مؤخر ولا اي حاجه. طلقني من فضلك. تحت الحاح، تحت الالحاح بتاعها وتحت تصميمها وتحت طبعا لما قالت له مش هاخد منك حاجه راح مطلقها. خدت عهد على نفسها وقتها شريفه ان هي تعتمد على نفسها، ان جزء من اللي كان مخلي نادر مسيطر على مراته ان هو بس اللي بيصرف، وان هو بس اللي يعرف كل حاجه، وان هو بس اللي بيتحكم في كل حاجه فيها ليها علاقه بالمصاريف. عشان كده خدت قرار بينها وبين نفسها، لا انا هتعلم. راحت خدت كورسات في الانجليزي، وراحت خدت دورات في المحاسبه، عملت يعني قوت جدا من نفسها ومن ثقافتها ومن علمها ومن حياتها ومن الحاجات الادوات اللي تعلمها وتساعدها في حياتها العمليه، لحد ما بقت محاسبه من اشطر المحاسبين اللي موجودين في مصر. تمر 3 سنين، يجي الاستاذ نادر يروح عشان عايز يقابل يعني شريفه، وجايب معاه واحد تاني راجل كده الشيخ يتسق فيه اسمه الشيخ يونس يعني،
عشان على اساس ان هو يصالحها. جاي خاسس ومربي دقنه وشعره طويل وبتاع، عرفت من اللي هو بيحكي ان مراته الثانيه ضحكت عليه وخدت منه الشقه بتاعته، خلته يكتبها لها يعني، وضحكت عليه وتقريبا شبه طردته، اللي هو عرفها في يومين ثلاثه دي يعني. ف... فبتقول للشيخ يونس انا كل احترام ليك يا شيخ يونس، بس انا مش عايز ارجع تاني، انا مش هرجع تاني، انا خلاص لقيت نفسي ومش هرجع تاني. مفيش خيانه ينفع بعدها سماح، مفيش خيانه ينفع بعدها سماح. فالراجل الشيخ ده بيحاول يوفق بيه، يا بنتي طب وليه، طب ده شيطان، قالت لا مش شيطان حاجه، انا مصمم على قراري. فنادر يقول ايه قدام الشيخ، تلاقيها شافت لها شوفها يا مولانا، تلاقيها مظبطه ومربطه مع واحد عشان يتجوزوا، بس خلي بالك، انا مفيش حد هربي عيالي غيري. قالت له اخرس اخرس، انا مش جبان عشان اروح اتجوز في الديره ولا في السر، لو اتجوزت هيكون قدامك وهقول ده في وشك، في نفس الوقت لو اتجوزت حد هياخدني انا وعيالي، انا عيالي مهمين عندي، عيالي مش لاقيهم في الشارع، انا مسؤوله، مش زيك انت راجل بالاسم، انت قليله ادب، انت مش عارف ايه، انت عادي، جعجع 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 جعجع. هي بتقول ما حسيتش بنفسي غير انا بضربه بالقلم. ضربته بالقلم، الراجل الشيخ اتلجم، نادر خرس، ما عرفش يعمل حاجه، عايز يتهجم عليها راح الشيخ منعه. بتقول حسيت في اللحظه دي قد ايه ان اانا خدت حقي، انا ما ظلمتوش، وهو داير على كل ما عرفنا يقول اتغيرت اتغيرت اتغيرت، جاي يقول شريفه اتغيرت، شريفه ما بقتش الطيبه اللي كانت زمان، اتغيرت، شخصيتها اختلفت. بتقول جه مسك في رد الفعل ونسي الفعل، بس هو كده وكده رد فعله من عدمه او فعله من عدمه خلاص ما بقوش يخصوني، ما بقوش يلزموني، انا لقيت نفسي، وهو ده الاهم. العدل الانساني بيقول انك انت زي ما شفت مني في لحظات الود اللي ما شافوش حد غيرك من حب وتقدير ومحبه واخلاص، يبقى المفروض تستحمل انك تشوف مني في لحظات غدرك تجاهل واحتقار وعدم تقدير. للاسف معظم الناس بتسيب الفعل وتروح متشعبطه في رد الفعل. شوف انا عملت ايه ليه، شوف انا عملت ايه ليه. على قد ما ممكن تتحب، انت ممكن بسهوله جدا تتكره بشويه افعال وتراكمات يهدوا اجدعها واقدمها وامتنها محبه. الاديب يوهان ديما قال ان تخسر شخص بسبب الموت اقل ايلاما من خسارته لانعدام الثقه. الموت يقضي على المستقبل فقط، لكن الخيانه تقتل الماضي ايضا.